مساء الخير. اولا لو انت من انصار وانا مالي ومش هصلح الكون وعادي ان انت ممكن تشوف ناس بتتظلم وتقف تتفرج وتشوف الخناقه دي هتخلص على ايه، فياريت تعمل سكيب للفيديو ده لانه مش هيهمك في اي شيء تاني. الفيديو ده للناس اللي عارفاني كويس او اللي ما تعرفنيش بس عندها مبادئ وعندها قيم وبتنصر المظلوم حتى ولو يعني بحاجه صغيره تقدر ان هي تعملها. انا نيفين حمدي. انا في مجال الكوتشنج والتدريب. كنت ابتديت من سنة ان انا اشير الانتهاك المالي اللي حصل لي من قبل شركة ليجاسي. مؤسسة ليجاسي دي مؤسسة في التدريب والكوتشنج، وتحديدا من صاحبها اسمه احمد مجدي. وانا مش هدخل في تفاصيل نهائي ايه اللي حصل لي، لان انا ممكن تحت الفيديو ده ان شاء الله احط لكم لينكات للمصادر كلها. انا من يوم ما ابتديت المشوار ده وانا مش منتظره دعم من اي مخلوق، ولا عمري في حياتي طلبت من اي مخلوق اعمل شير ولا لايك ولا كومنت، ولا انا محتاجه الكلام ده تماما تماما. لاني متاكده وعندي يقين بالله ان انا الحمد لله معايا ربنا وده كفايه. والحمد لله رب العالمين بقالي سنه بشوف حقي بيرجع لي بطرق مختلفه. فانا النهارده مش هتكلم خالص عن نفسي، ولا هطلب ولا طلبت خالص ليا اي مساعده. ولكن النهارده لأول مرة أنا هكشف شيء جديد فيه ظلم وافتراء وانتهاك للحقوق، والحاجة الجديدة بقى شهادة زور للمدعو أحمد مجدي. ولكن المرة دي مش ضدي أنا، ولكن ضد زميلتنا مارينا، كانت معانا في الشغل. واللي انا اتكلمت عليها بالفعل قبل كده في بوستات وفي فيديوهات. لما احط لكم اللينكات هتعرفوا البدايه جت ازاي. وقبل ما اي حد يسالني طب انت ليه بتتكلمي انت بالنيابه عنها، لان هي عندها ظروف شخصيه ما تقدرش ان هي تطلع تقول او تتكلم ده بنفسها. وهو ده مربط الفرس اللي احنا هنبتدي منه الحكايه، وهو ان مؤسسه ليجاسي واحمد مجدي عارفين ان مارينا مش هتقدر تطلع تدافع عن نفسها كده وتتكلم زي ما انا عامله معاه. هحاول اختصر لكم الموضوع والله على قد ما اقدر، بس يا رب ان شاء الله اقدر يعني اعمل ده. مارينا كانت شغالة في قسم المبيعات في مؤسسة ليجاسي، وأنا بعد ما استقلت في 12 20 24 دخل بقى علينا سنة 2025 جديدة. واجتمعوا معاها الأستاذة ناهد ومديرة مارينا الأستاذة شروق، اجتمعوا معاها في أول شهر فبراير 2025 وادعوا عليها إن أنت ما بقيتيش شغلك أحسن حاجة ومش بتحققي التارجت ومش هتنفعي في قسم المبيعات. البنت استقبلت الكلام، طيب نعمل إيه مع إن هي محققة مبيعات وكل حاجة، إحنا هنحاول إن إحنا نشوف لك قسم تاني تشتغلي فيه أو أي حاجة. البنت تمام وأنهوا الميتنج على كده. بعد شوية جالها قرار إن أنت لا مش هينفع خالص وهتمشي من الشركة. فقالت لهم طيب انا عايزه يعني مستحقاتي. الغريب والمضحك في الموضوع ان هم ابتدوا معاها الميتنج بيسالوها هو انت ليه ما استغربتيش بان نيفين استقالت، يعني ليه ما علقتيش ان نيفين مشيت؟ فقالت لهم يعني حتى لو علقت او كده هيفيد بايه. نبذه بسيطه عن مارينا: شخص مسالم جدا جدا في حاله لاقصى درجه، بتركز في شغلها وبتعمل شغلها وبس. ويشهد على كلامي الناس اللي اتعاملوا معاها وكانت هي بتتابعهم في المبيعات. المهم قعدوا يروحوا ويودوا معاه، لا خلاص انتي هتمشي. وكان كمان مفروض ان هم بياخدوا انتوا عارفين اللي في المبيعات بيبقى ليهم تارجت لما بيحققوا بياخدوا الكوميشن او النسبه بتاعتهم. المفروض الكوميشن دي كانت بتتاخد كل 3 شهور، يعني كان المفروض تاخدها في شهر 12 اللي هو 2024. جم فجاه كده قرار قالوا لا مش هنديها لك يعني كل 3 شهور، هنجمعها لك ونديها لك كل 6 شهور. واضح والله اعلم ان كانت في نيه مبيته من بدري ان احنا هنمشيكي، فاحنا بقى مش هنديكي بقى الكوميشن اللي كان ليكي. المهم حصل خلاف، ابتدت مارينا خلاص تمام انتوا عايزين تمشوني مفيش مشكله، ابتدت تعمل هاند اوفر والداتا وكل حاجه بتاعتها موجوده على اللابتوب، اسامي العملاء، الشيتات اللي على الموبايل فيه ال الاسامي بتاعت الناس وكل حاجه. ولكن اللي حصل ان مارينا ابتدت بس تمسح كام شات وحاجات مع العملاء كان فيهم سريه. ولان زي ما هم اصلا احنا اللي بنعرف بتوع السيلز ان الشات والمحادثات بينكم وبين العملاء دي في منتهى السريه، لان اوقات العملاء بيبقوا يعني بيسالوا على حاجات معينه كده وفيها حاجات تتعلق بحياتها الشخصيه. فالبنت ما حبتش تسلم ده، ولكن كل حاجه الداتا كامله بكل حاجه وفايلات الشغل جاهزه وسليمه على الشغل. فقالوا لها لا انت مسحتي الحاجه، انت مالكيش حاجه عندنا، انت مسحتي الشات، لا لا لا. البنت تواصلت معاهم وقالت لهم ان انا حاجه معايا كل حاجه موجوده، اللابتوب موجوده، كانت في عهدتها اللابتوب والموبايل. ابتدوا ما يردوش عليها وما يتواصلوش معاها.
ابتدت تتواصل مع المحاسب، وقال لها، ابتدى يقول لها حاجه غريبه جدا: انت ما قفلتيش التارجت، وبالتالي انت ما عندكيش، مالكيش كوميشن عندنا. يعني انا طبعا متفهمه ان المحاسب بلغ الكلام ده بناء على اللي هو اتبلغ بيه، وان اخر واحده انت قفلتي بيها التارجت، يعني حققتي التارجت بتاعك، هي انسحبت من الكورس. احنا ردينا لها الفلوس وهي انسحبت من الكورس. حظهم الجميل ان البنت اللي كانت دفعت دي انا اعرف. طبعا لما مارينا بلغتني بالكلام دوت، انا رحت تواصلت مع العميله وسالتها: يا فلانه، انت انسحبتي من الكورس وهم ردوا لك المبلغ؟ قالت لي: لا، ما حصلش، انا مشتركه في الكورس زي ما هو. يبقى اذا هم بيكذبوا، ادي اول كذبه علشان يوهموا مارينا ان انت ما حققتيش التارجت، وبالتالي انت مالكيش حاجه عندنا. فراحت مارينا تواصلت مع المحاسب تاني وقالت له: نيفين تواصلت مع فلانه دي، وانتوا، هي ما سحبتش حاجه، وانتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ ولو سمحت حاجتكم عندي، سلموني حاجتي والفلوس بتاعتي اسلمكم العقد. ما بقاش بيرد عليها نهائي، وتواصلت معاه اكتر من اتصال واتساب. كل ده انا هنزله لكم تحت الفيديو، اثبات بالصور بالتواريخ، عشان بس لو حد دخل في قلبه شك ان انا بقول اي كلام. المهم ابتدوا ما يردوش عليها. الكلام ده كنا امتى؟ فبراير 2025. في اكتوبر 2025 مارينا اتفاجئت ان في حكم مبعوث لها من الاستاذه ناهد المحترمه على الموبايل. الحكم ده بيقول عليها ايه بقى؟ بيقول ان في حكم عليها ان هي بددت العهده اللي كانت معاها، وان اللي رافع عليها المجني عليه احمد مجدي، وان هو وذلك ان هو سلمها العهده على سبيل الامانه، فاختلستها لنفسها، وانه حين طلبها بردها رفضت تسليمها واختلستها لنفسها. لا لا، مش عايزاكم تنبهروا وتتفاجئوا مثلا كده، لسه الانبهار جاي. المهم، طبعا هو طبعا السيناريو اللي كان رسمه لنفسه ان لما مارينا هتقابل الحكم دوت هتترعب بقى وكده، وتروح تكلمهم تترجى فيهم وتقول لهم: لا والله ده الحاجة معايا وخدوها. ولما ياخدوها تقعد تترجى فيهم تاني علشان يروح يتنازل ويعمل صلح. بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان ربنا كبير قوي، وان كان في ناس مسخرة تساعد مارينا، ورحنا وقدمنا حاجة اسمها معارضة. المعارضة دي بنثبت فيها ان الكلام اللي انت ادعيته على مارينا ده كذب، وان احنا بنقول ان احنا معانا كل حاجة، وان الحاجة دي كلها معانا وانت بتكذب. لغايه دلوقتي انا يعني كنت مصدومه بس شويه. اللي انا هقراه لكم دلوقتي هو تفصيلات البلاغ، واللي انا الحمد لله بتليفون واحد جبت صوره المحضر اللي اتعمل. خلوني اقرا لكم صوره المحضر وهنزله لكم برضو في الكومنتات، هحاول اختصره لكم. ما تفصيلات البلاغ؟ سؤال كده بيتسأل طبعا معروف. ما تفصيلات الاول؟ مبروك. مبروك عنوان الشركه اللي انت خليته في تجمع الخامس. بس مش كنت تكتب العنوان كامل؟ يعني مش كنت تكتب 315 عمارات البنفسك التجمع الخامس ولا ايه؟ اتفاجئت ولا ايه؟ اقول لك العنوان التاني ولا بلاش؟ اثبت كده على العنوان ده. ما هو انا بعد بقى ما طلعت لك في الفيديوهات وقلت لك ان انت السجل التجاري بتاعك عامله على بني سويف وانه عنوان وهمي، انت عملت ايه بقى؟ رحت حولته على التجمع الخامس. طب يا راجل، مش تكتب العنوان في المحضر كامل؟ ما ينفعش كده تكتب في المحضر تجمع خام. طب اديني جبت العنوان كله 315 عمارات البنفسك، ايه المشكله؟ مفيش اي حاجه، تمام. المحضر برضو جبته بتليفون بقى عندي. ايه تفصيلات البلاغ بقى؟ ان المشكو في حقي كانت تعمل بالشركه وبددت المنقولات. انا عايزاكم بقى ايه، تمشوا معايا واحده واحده. وانقطعت عن العمل، رغم ان انا برضو هحط لكم سكرين شوت مكتوب فيها ان المحاسب رد على مارينا وقال لها: انت كده موقوفه عن العمل وملكيش حاجه عندنا. انقطعت عن العمل، تمام. وكنت بحاول اصلح ودي معاها عشان ترجع العهده، لكنها امتنعت. ماشي ماشي، نكمل. سؤال: هل طالبت المتهمة برد هذه الأشياء؟ وماذا كان ردها؟ فهو رد وقال إيه؟ نعم، طلبتها ولكنها رفضت. يا سلام. إيه هي وصف العهدة؟ قال له: جهاز لابتوب ماركة هواوي، وميزان جسم، وجهاز ماوس، وموبايل. اللابتوب ده لما جه المارينا كانت شركة هواوي عاملة عليه اوفر: ميزان جسم عادي، وماوس عادي. انا مش قادرة اتخيل الانحطاط الاخلاقي اللي احنا وصلنا له. يعني انت منافق
وسارق حقوقي وكل الكلام ده بحاول ابلعها. انما شاهد زور، انت رايح وباعت المحامي، وطبعا انت اللي ملقن المحامي ده كله، ما المحامي مش هيفتي من دماغه يعني، ان انت حاولت ترجع العهده وهي رفضت، وان انت طلبتها بالعهده وهي رفضت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا شيخ؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا، وكاتب وصف الحاجات، يعني انا مش متخيله ان ممكن حد يوصل. انت بتطالب باللابتوب ومن جهاز الجسم، الميزان والماوس والموبايل. هل يوجد، نكمل بس اخر سؤال، هل يوجد خلافات بينك وبين المتهم؟ قال خلافات شو؟ لا والله كتر خيرك، خلافات شو؟ طيب. نكمل بقى بقيه تفاصيل الاربع جلسات. طبعا احنا عملنا معارضه، ورحنا قدمنا معارضه ان الكلام ده كذب، وان احنا الحاجه معانا. المضحك بقى في ايه؟ والله العظيم ان انا قلت لمارينا انزلي بيعي اللابتوب والموبايل وخدي حقك. عارفين كان ردها ايه؟ قالت لي لا. قالت لي انا الحاجه دي عندي امانه وهتفضل موجوده، وانتوا عارفين كويس قوي انها كان بسهوله ممكن تعمل ده، وكان هيبقى حقها، عشان انتوا سارقين حقها اللي فوق ال 36 الف جنيه. نكمل بقى تفصيل الاربع جلسات. طبعا هو اتصدم، هو ما كانش متخيل ابدا ولا ذهنه يجيب ان مارينا ممكن ترفع عليه معارضه، بس ربنا بقى. اول جلسه المحامي بتاعنا راح وكلم المحامي بتاعه وقال له الحاجه معايا، انت في جلسه بكره هتيجي؟ قال له اه جاي طبعا ومش عارفه ايه. المحامي بتاعنا راح يستنى المحامي بتاعه، ما جاش، اتصل اعتذر، الله اعلم ليه. تمام. الجلسه اتاجلت اسبوع كمان، جه الاسبوع اللي بعده المحامي بتاعه جه معاه توكيل منه، والتوكيل مش مكتوب فيه انه ينوب عنه في الصلح، فطبعا رفضوا ان هم يسلموهم الحاجه. قالوا لهم تروحوا تغيروا التوكيل، وتغيروا. فمفروض بقى المحامي بتاع احمد مجدي يغير التوكيل عشان يستلم العقد. حلو، اتأجلت 10 ايام. رحنا بعد العشر، راحوا بعد العشر، المحامي بتاعنا راح بعد العشر ايام. المحامي بتاعه رجع ومعاه نفس الغلطة في التوكيل، ما صلحوش التوكيل. جس وات؟ ليه ما صلحوش التوكيل؟ عشان احمد مجدي ما كانش موجود، كان في السعودية بيعمل عمرة. الله، الله على الايمان والتقوى. تقبل الله يا حبيب قلبي، تقبل الله. كنا بقى ابتدينا رمضان، فازاي طبعا يجي قبل رمضان لازم نروح نعمل عمرة، والحج لما يجي هنحج. بس ان احنا نسرق ونشهد زور وننصب، لا ده عادي، ده ملوش علاقة، دي قصة ودي قصة، بس المهم ان احنا نروح نعمل عمرة. طبعا وقتها في النيابه وكده اتعصبوا جدا، وما كانوش ناويين يأجلوا القضيه، وكان وقتها الحاجه كانت هتبقى من حق مارينا. والمحامي بتاعهم اتذللوا للقاضي او للمحكمه والكلام دوت علشان يأجلوا، وقالوا لهم ان هو بره مصر. اداهم فرصة أخيرة رابع مرة. جيس وات؟ رابع مرة هو اللي نزل بنفسه يستلم العهدة. من التجمع نزلت ل 6 أكتوبر علشان تستلم لابتوب وموبايل ما يجيش تمنهم. يعني مش عارفة أقول لك إيه. أنا ما شفتش ولا هشوف. أنا عندي أوريدي يعني صدمات كتير، بس اللي أنا شفته ده أنا ما شفتوش. وبعد ده كله أنت استلمت الحاجة، والاخر وقت البنت كان عندها امل ان انت لما تلاقي وتثبت لك حسن نيتها ان الحاجه معاها، بقالها سنه معاها وشايلاها، وترددت ليك بكامل حاجه، كلها اتردت ليك حتى بالميزان وبالماوس اللي انت هتموت عليهم دول، اتردت ليهم. كان عندها امل ان انت ترد لها حقها. انما اقصى درجات البجاحه والفجر اللي انا شفته ان انت خدت الحاجه ومشيت. انت حتى ما تحاولتش تتواصل مع المحامي بتاعها ترد لها حقها. انا عندي سؤال بس، انت بتنامي ازاي؟ انت بتحط راسك على المخدة ازاي وانت كذاب ومنافق وسارق حقوقنا وشهادة زور؟ شهادة زور يلي لما الناس بتدخل البروفايل بتاعك بتلاقي كله شعارات دينية. انا لغاية قصتي وانا كنت بقول لا يا نيفين ما تندميش على اي خير انت عملتيه ولا اي حاجة كنت بتعمليها مع الراجل ده وفي المؤسسة دي، انما انت وصلتنا لمرحلة ان احنا ندمانين على ان احنا تلقينا اي علم منك. احنا ازاي ما كناش شايفينك؟ احنا ازاي ما كناش شايفين حقيقتك؟ احنا ازاي ما كناش شايفين الضلالة والفجر ده؟ ازاي ما كناش شايفينه؟ ازاي كنا مخدوعين فيك بالمنظر ده؟ انت اتجنيت على مارينا وشهادته زور، وحكم زي ده طالع من شهر اكتوبر. شوف بقى صبري انا وسكوتي كل الشهور دي ساكتة عشان اللحظة دي. وتم الصلح فعلا، واثبتنا ان انتوا كدابين، وان كل الادعاءات دي كذب،
وانت كنت فاكر ان مارينا هتتذلل لك، بس ربنا اقوى من كل شيء وخلى منظرك قد كده، ان احنا اثبتنا لك ان انت اللي كذاب وشاهد زور، ونزلت بنفسك تروح تستلم الحاجه. انا بس عايز اسال الناس المحيطه اللي حواليكم، اللي معاك في الشركه، هو ما فيش بني ادم واحد معاك في الشركه قال لك اتقي ربنا؟ محدش قال لك اللي انت بتعمله ده ظلم؟ انا لغايه اللحظه دي بقول يا رب المحاسب اللي معاك ما يكونش عارف اللي انت عملته ده، لان انا ده بالنسبه لي كان اخر الرجاله المحترمين اللي عندك في الشركه. لو هو كان عارف ادعاء الزور وشهاده الزور اللي انت عملته ده، يبقى خلاص، يبقى ما فيش خير بجد في الدنيا بعد ده. واللي حواليك دول محدش فيهم قالك اتقي ربنا؟ محدش فيهم قالك مارينا دي ما عملتش حاجة طول حياتها في الشغل وما تستاهلش ده، واحنا ما طلبناش منها الحاجة وهي رفضت؟ كلكم منساقين في الضلال وفي النفاق ده. عارف ليه؟ لان انا لما كنت موجوده في الشركه دي كنت انا الوحيده اللي بوقفك عند حدك، وانا الوحيده اللي كنت بقف قصادك في عينيك كده واقول لك اتقي ربنا واللي انت بتعمله ده غلط. من بعد ما انا مشيت ربنا كشف سترك، وما بقاش في حد من اللي حواليك بيقدر يقول لك اتقي ربنا، لان انتوا كلكم على بعض زي بعض. بص بقى انا هقول لك تعمل ايه. انت بعد الفيديو ده انا عايزاك تدخل عندك على الفيسبوك وتبدا البوست المعهود بتاعك كده بايه قرانيه، وان لازم الناس تتبين، وان الفيسبوك عمرك ما شاركت فيه حاجه شخصيه، واستغفر الله العظيم، وانا عمري ما شارك حاجه زي البوست الخيبان اللي انت عملته رد على فيديوهاتي قبل كده، والناس دخلت لك في البوست تقول لك ما تكذب. انت هتتدارى ورا ستاره قال الله وقال رسول ومقولات الامام الشافعي. انما حق البني ادمه دي اللي انت اكلتها عليه اللي هو اكتر من 36 الف جنيه، انا هجيبه. واتمنى من اللي بيشوف الفيديو ده لو عندك نخوه وكرامه وشهاده حق وقيم واخلاق، تقف في عين الراجل ده وتقول له انت ظالم، او باضعف الايمان تعمل اي حاجه ترد الظلم ده عن البني ادمه وترد لها حقها. انا مش هسكت.